مالك؟ مخنوق ده ليه كده؟ حاسس ان الفشل ومتأخر. طب ما تقوم. اقوم ايه؟ قوم امشي عشان تلحق يا اسطى. بقول لك الناس كلها سابقاني. انت عرفت ازاي ان انت متأخر وكل الناس سابقاك؟ يا عم انا مش عارف اعمل حاجة في حياتي، ولا متعلم تداول ولا برمجة ولا اكسل ولا بعمل فلوس ولا متجوز ولا معايا عربية ولا اي حاجة خالص. هو انت عندك كام سنة؟ 20. طب لما تعمل كل ده وانت عندك 20 سنة تعمل ايه في بقى حياتك؟ وبعدين مش انت لسه بتدرس؟ ايوه. طب عايز تشتغل ايه لما تخلص؟ اشتغل دكتور بكليتي. طب لما انت عايز تبقى دكتور هتعمل ايه بالبرمجه والتداول؟ وبعدين ما انت بتحقق انجازات كتير اهو في كليه قمه، والانجليزي بتاعك كويس وبتتعلم حاجات جديده كل يوم. ده كفايه ان انت كشفت على الواد واحنا قاعدين على القهوه امبارح بالحب كده. كمل يا اسطى كلامك سليم. بص يا ريس، انت اتزرع فيك احتياجك للبرمجه والتداول وانك تصاحب بنات وان انت تعمل فلوس بالدولار، ولو ما عملتش كده تبقى فاشل. بس في حقيقه الامر لو بصيت لهم واحده واحده هتلاقي نصهم حرام والنص التاني انت مش محتاجهم في حاجه. الخلاصه، حدد هدفك اللي هو بطبيعه الامر يكون حلال، وخد خطوات اتجاه هدفك ده، وطبعا الخطوات دي تكون حلال، وما تخليش حد يزرع فيك احتياجك لحاجه انت مش محتاجها. من اكتر حاجات اللي ممكن تسبب لك خنقه وتخليك مش في المود دايما هي الحاجه اللي انت مفكر ان انت عايزها وما انتش عارف تعملها، بس في الحقيقه انت مش محتاجها في حاجه. تحس ان الجمله اللي انا لسه قايلها دي غريبه بس هي حقيقيه فعلا. لما تشوف واحد قدامك على التليفون بيكتب كود برمجه او عامل صفقه رابحه في التداول ب $100 مثلا، انت بديهي جدا بتقارن نفسك بيه وبتحس قد ايه هو مختم الدنيا وقد ايه انت فاشل. بس على فكره في حاجات كتير قوي انت مش واخد بالك منها. يعني ممكن عشان يعمل الصفقه الرابحه اللي هي ب $100 يكون خسر $1000 وهو كل اللي وراه لك نجاحه بس. فانت بتقارن اجمد حاجه عنده باقل حاجه عندك. لما بنت مثلا تشوف بلوجر حط صورتها ويكون شكلها حلو قوي في الصوره دي، طبيعي جدا بتقارن نفسها بيها، مع ان الصوره دي كلها فلاتر وتصغير مناخير وتكبير ودان. فالبنت بتزعل ان هي مش حلوه زي البلوجر دي، بس في الواقع هي احلى منها بكتير وتقدر تقيس على مواقف كتير قوي بالمنظور ده. في حاجات كتير قوي في السوشيال ميديا بتحسسك قد ايه انت محتاج الحاجه دي وانت ازاي اصلا عايش من غيرها، تزرع فيك احتياجك لحاجه انت اصلا مش محتاجها. حاجه كده اشبه بدخول الشاي مصر. واول الحاجات دي هي علاقات الحب. انت مش ملاحظ ان في كل فيلم او انيميشن لازم يبقى فيه علاقه حب، سواء بقى كانت بين البطل والبطله او علاقه جانبيه؟ حتى لو كان فيلم رعب او اكشن وكله تلطيش برضه لازم تلاقي علاقه حب بين واحد وواحد. افتح الانستا كده هتلاقي التايم لاين كل عيل ماسك حبيبته كده ومتصورين صور ملزقه، بيزرعوا فيك ان انت محتاج الحاجه دي عشان يعرفوا يكسبوا من وراه. لما يبقى في حاجه اسمها علاقه حب هنقدر نبيع الدباديب والقلوب واي حاجه تافهه. انا ممكن ابيع لك اي حاجه تحت مسمى الحب بس لو انت بتحب. لو عندي انسيال، الانسيال ده حاجه شبه الغويشه كده، بدل ما احاول اقنع البنت ان هي تشتريه مني ما انا ممكن اقنع الواد اسهل. اقول له لو انت عايزه تحبك اكتر هتلاقي الانسيال ده مكتوب على اسمها، او اروح لولد برضه اقول له لو انت حبيبتك بتدرس طب هتلاقي الكشكول ده والقلم ده هديه. وحاجات تانية من نوعيه لو هو بيحبك بجد هيجيب لك بوكس الميك اب ده، ويلا اعملوا له شير عشان تعرفوا هو بيحبك ولا لا. حرفيا هلعب على مشاعرك ومشاعرها عشان اقدر ابيع لك اي حاجه تحت المسمى ده. وهتلاقي اعلانات كتير قوي على السوشيال ميديا من النوع ده. لو عيد ميلاد حبيبتك قرب ومحتار تجيب لها ايه في عيد ميلادها، يبقى انت في المكان الصح. هات لها التوكه اللي بتنور وهي هتفهم على طول ان هي منوره حياتك، ووقتها هتحبك اكتر. بس سؤال، هو احنا فعلا محتاجين علاقه الحب دي؟ الاجابه هي لا. انت محتاج تخطب وتتجوز وتكون اسره، بس مش محتاج ترتبط ببنت باطار غير شرعي. عندك مثلا الناس اللي اكبر مني ب5 سنين عرفوا يعني ايه حب هم تقريبا عندهم 17 18 سنه. دفعتي عرفنا يعني ايه حب من 13 سنه. طب ما احنا كنا عايشين من غير اهو. إيه اللي زرع فينا ان لازم تبقى مرتبط بواحد؟ السوشيال ميديا وظهور التليفونات ودخول التلفزيونات البيت. دلوقتي العيال بيتولدوا بيبقى عندهم تلفزيون في البيت وتليفون في ايديهم، فتلاقي البت لسه عندها 10 سنين وتقول لك انا بحب مودي وبكلم مودي ومرتبطه بمودي. مودي مين؟ هي فعلا صناعه بدأوها من فوق، دلوقتي ما عادوش محتاجين يطوروها لان هي خلاص خدت مسارها وبتكبر لوحدها. وعندك كل فتره برضه بيطلع لك عيله كده بيبقى عايل مساحه بنت كده بعلم اهلها وطلع داخل معاها، وفي حفله يطلع لها خاتم وينزل على ركبته ويقول لها بحبك ويخطبها. طب ابوها ايه؟ ملوش لازمه خالص كده. مبدئيا هم حرين، بس المشكله ان البنات الطيبين اللي مش على قدر كافي من النضج انهم بتطلع قلوبهم لما بيشوفوا المواقف دي، وبيبقى نفسهم ان الموقف ده يحصل معاهم. عشان كده بنجروا في اي علاقه بسهوله على امل تحقيق اللي بيشوفوه قدامهم، وللاسف ما بيبصوش خالص العيال اللي قدامهم دي ديانتهم ايه. طب ده حلال ولا حرام؟ صح ولا غلط؟ المظاهر الخداعه، المظاهر من اكتر الحاجات اللي ممكن تخليك تستصغر نفسك. بتسكرول كده على اي ابلكيشن بتلاقي اول صوره واحد متصور جنب عربيه موديل السنه، الصوره اللي بعدها واحد ماسك شهاده تقدير، اللي بعدها واحد فورمه على الشط، اللي بعدها واحد بيتداول وكسبان، واللي بعدها واحد متصور مع حبيبته. فانت شايف كل ده وانت قاعد مكانك ما بتعملش حاجه، اكيد هتتضايق وتحس انك فاشل، الدنيا كلها بتنجح وانا الواحد قاعد كده. بس في الحقيقه اول صوره دي كان مأجر العربيه، الصوره الثانيه ممكن شهاده تقدير ده عشان راح ايفنت 3 ساعات وما فهمش منهم حاجه، الثالثه ممكن يكون ضارب تيست
وعنده امراض الدنيا بسببه. الرابع ممكن يكون خسران 10 صفقات وكسبان واحد. انما الاخيره الارتباط حرام، فما تخليش حد يضحك عليك بصوره او شوت في فيديو. احنا عارفين كويس ان احنا الصور بنعدل فيها اي حاجه، والفيديو بدل ما بنصوره مره بنصوره مرتين وثلاثه. دي المظاهر الخداعه. في برضه مظاهر مش خداعه، زي واحد مثلا ماسك شهاده تقدير وده فعلا تعب عشان ياخدها، بس مش هتلاقيه تاني يوم منزل صفقه تداول، واليوم اللي بعده كتابه كود، واليوم اللي بعده مشروع اردوين، وبعدها منزل صوره في الجيم وعامل فورمه محترم. ده كده يبقى مهكر الكون. المظاهر الحقيقيه بيبقى مركز في حاجه او اتنين بالكتير وبيتعب فيهم بجد وبيحقق نجاح حقيقي فيه. فانت واحد من اللي بيحقق نجاح حقيقي. بس برضه المظاهر الحقيقيه دي بتعمل لنا مشكله تانية، ان انت بتشوف محمد ناجح في حاجه وابراهيم ناجح في حاجه واحمد ناجح في حاجه، فانت عايز تبقى ناجح في مجالاتهم كلهم، وده طبعا مستحيل يحصل. فلما بتلاقي نفسك عاجز ان انت تحقق النجاح ده بتكتئب وتحس انك فاشل. وبالمناسبه ما تفكرش محمد واحمد وابراهيم مبسوطين، لا عادي، هم زيهم زيك بالظبط، يوم مبسوطين ويوم زعلانين ويوم طبيعي عادي. على سبيل المثال كريستيانو لاعب محترف مشهور معاه فلوس عنده شركات يعني مختم اللاعب، بس كان طالع في برنامج وبيقول ان هو بيبقى مبسوط في يوم متضايق في يوم ويوم طبيعي، لا فرحان ولا زعلان. مش باخد منه كلام ولا حاجه، انا بقرب لك بس المثال مش اكتر. احنا بناخد كلامنا وافعالنا ودستورنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم تتعامل مع السوشيال ميديا صح، تتفرج على اي حاجه انت عايزها براحتك، بس ركز الحاجه اللي قدامك دي حلال ولا حرام، صح ولا غلط، حقيقيه ولا كده. طبعا انت عارف الحلال والحرام، الحلال باين والحرام باين. الصح والغلط بقى على سبيل المثال موضوع الزواج، هتلاقي شيخ طلع بيتكلم وبيقول لك بالراحه على زوجتك، افتكر لها الحلو وخلي ما بينكم موده ورحمه. وهتلاقي واحد تاني طالع بيقول لك ازاي تعرف انت راجل ولا سم، روح امسك تليفون زوجتك، ولو مسكته من غير ما تعمل لك اي حوارات يبقى انت راجل، عملت لك حوار وانت بتمسك التليفون يبقى انت سم. اعتقد لو واحد مش مركز بسبب الريل ده ممكن تحصل خناقه كبيره قوي يطلق مراته فيها بسبب ريل مدته اقل من 30 ثانيه. عرفت انت طبعا ايه الصح وايه الغلط، انما بقى الحقيقه والكذب انت وشطارتك فيها. الخلاصه الحاجه اللي هتخليك نظرتك سويه وما انتش متضايق ولا مخنوق من التلوث اللي انت بتشوفه ده هو معرفتك بسبب وجودك هنا على الارض، وتذكرك دايما لفكره الموت. مش لازم تقبض بالدولار، ومش لازم تصاحب بنات، ومش شرط يكون عندك ولا فراري ولا شركات ولا مليارات عشان تبقى ناجح. انك تكفي بيتك ده نجاح، ان انت تجيب كليه محترمه ده نجاح، انك تتعلم حاجه جديده ده نجاح، ان انت تجيب بطيخه لاهل بيتك كده وتلاقيهم فرحانين وانت داخل عليهم كده ده برضه نجاح، ان انت تتصدق في سبيل الله بربع جنيه ده نجاح. وافتكر برضه الشركات والعقارات اللي انت عايز تعملها دي الكفن ملهوش جيوب. مش بقولك ما تشتغلش، لا اشتغل وحقق كل اللي تقدر عليه، بس راعي حق نفسك عليه وما تحملهاش فوق طاقتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. Yeah, I got what grand in my diamond up off. Who $250,000 my go yard though. I went against her, you still got to show. One with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DR by 4. Cause I get me some hands, she been that shit over.